اسأل أكثر. مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم. في خطاب يتنكر لأسس العلاقات بين الدول ويتجاوز الأعراف ليكرس صورة فرنسا العاجزة عن تدارك اتساع الهوة مع البلدان الإفريقية، خرج الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في خطاب مباشر للشعب المغربي مفاده أن قبول المساعدات المقترحة لضحايا الزلزال أو رفضها قرار سيادي. خطاب ماكرون يأتي ليعمق جدلا في الإعلام الفرنسي المتبني لسردية تكيل كل شيء بميزان السياسة لتتجرد بذلك من أي رؤية إنسانية، مفاده أن السلطات المغربية تتجاهل عروض الدعم من باريس رغم تأكيد الرباط انفتاحها على المساعدات من الأشقاء والأصدقاء، مع تبني مقاربة تعتمد التدقيق لتجنب حدوث تداعيات عكسية. فما هي دلالات توجه ماكرون بخطاب مباشر للشعب المغربي؟ وليزيد من تعميق الأزمة بين الرباط وباريس. في نقاشنا الليلة من خلال صفحتين على موقع إكس وأيضا موقع RTL العربية نستعرض وإياكم السؤال: برأيك هل يفاقم زلزال المغرب الأزمة السياسية الصامتة مع فرنسا بعد رفض الرباط مساعدات باريس؟ إذا لحوارنا الليلة أرحب بضيفين الكريمين من باريس، عضو حزب النهضة الفرنسي السيد زيد العظم، ومن الرباط أرحب كذلك بالباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبد الفتاح نعوم. أرحب بكم، وأبدأ معك سيد زيد قراءة في هذه الخطوة من الرئيس الفرنسي. لماذا لجأ ماكرون لمخاطبة الشعب المغربي من خلال رسالة مصورة؟ أليس في ذلك تجاوز للقواعد التي تحكم العلاقات الدولية؟ مساء الخير عزيزي لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم من المغرب، واسمح لي في عجالة أن أعزي الضيف المغربي في هذا الحادث الأليم الذي آلم الجميع، حادث الزلزال الذي ضرب المغرب. الآن للإجابة على سؤالك، لا، ما فعله اليوم الرئيس ماكرون ليس فيه تجاوز للأعراف الدبلوماسية على الإطلاق. قيام الرئيس ماكرون بتوجيه رسالة عبر السوشيال ميديا هو انطلق أولا كإنسان، كبادرة ولفتة إنسانية. هو في النهاية شاب أراد أن يخاطب أصدقائه الشعب المغربي من المغربيين والمغربيات، ليذكر المغربيين بأن مصير الشعب الفرنسي ومصير الشعب المغربي واحد، علاقاتهم التاريخية مشتركة، تربطهم الآمال وتربطهم المصالح المشتركة وأواصر المودة وأواصر الجيرة إلى آخره من هذا الكلام. الرئيس ماكرون لم يتحدث في تسجيله عن أن السلطات المغربية قد رفضت المساعدات الفرنسية التي قدرت ب5 ملايين يورو على الإطلاق، إنما قال الرئيس ماكرون أنه من حق المملكة المغربية ومن حق القصر الملكي في الرباط أن يقوم بتنظيم المساعدات. مسألة المساعدات الفرنسية مختلفة عن المساعدات الجزائرية، فبحسب وزارة الخارجية الجزائرية المغرب رفض المساعدات الجزائرية، في حين أن الرباط لم ترفض على الإطلاق المساعدات الفرنسية، إنما موضوع فقط موضوع فني يرتبط بتنظيم هذه المساعدات. وبالمناسبة قيمة المساعدات الفرنسية التي بلغت 5 مليون أورو ستقدم إلى منظمات إنسانية ONG غير حكومية ناشطة في العمل الإغاثي والعمل الإنساني، لأنه اليوم نتحدث عن أكثر من 2200 وفية. نتحدث عن الديبلاسي الذين تم النازحين بشكل مبدئي طبعا، وبالتالي لابد لجميع الدول أن تتضافر من أجل إغاثة المنكوبين في المغرب. نعم. طب دكتور عبد الفتاح، بما أن الخطاب كان موجها إلى الشعب، أستقي من أبرز الردود الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، هناك من اعتبر هذه الخطوة من ماكرون خرقا، هناك من استهان بها، هناك من وجه تعابير مختلفة من الشتائم لا أنقلها للرئيس الفرنسي جراء ما قام. برأيك ما خلفيات وأسباب هذا الامتعاض من خطوة ماكرون؟ أهلا وسهلا بك وبضيفك. هي الخطوة من الناحية الدبلوماسية، من ناحية الأعراف الدبلوماسية المعمول بها، هي
ليست مجرد سقطة فقط، وإنما يعني بأسلوب متدني، يعني أن تتعامل تخاطب رئيس دولة شعب دولة أخرى. هذا يعني من الأساليب التي ما أنزل الله بها من سلطان في العلاقات الدولية والدبلوماسية والأعراف الدبلوماسية المعتبرة بين الدول ووفق أيضا قواعد القانون الدولي. من ناحية ثانية الخطوة نفسها هي يعني تصرف بسوء نية، وهناك تنسيق فرنسي جزائري من أجل محاولة تشويش على ما يقوم به المغرب من جهود للإنقاذ. أقول بعض المعطيات يعني حتى يعرف حتى ضيفك من فرنسا، وحتى يعرف من يغرد من المغردين الذين يريدون أن يصوروا الأمر وكأنها هبة إنسانية فقط من النظام العسكري الجزائري ومن راعيته فرنسا. المسألة تتعلق مباشرة بأنه أولا المغرب ليس دولة فاشلة، لم يعلن فشله أمام الكارثة الطبيعية كما حصل في هايتي أو كما حصل في إيران في العام 2003 أو كما حصل حتى في إيطاليا على أيام كورونا. يعني هذا من الأمور المعروفة في تدبير الكوارث والأزمات، أن الدول حينما تعلن فشلها هناك منظمات تقوم بذلك. على سبيل المثال أطباء بلا حدود توجد في المغرب، على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الأحمر توجد مثلا فرقها، وهي لديها مراكزها الدائمة أساسا يعني، وتتعامل لا في حالات العادية ولا حتى في حالات الكوارث. إذن لا يوجد أي مؤشر دولي واحد يقول أن المغرب فشل في تدبير الأزمة حتى تحاط عملية إدارته لهذه الكارثة بهذه الطريقة من طرف الجزائر ومن طرف فرنسا من خلال مجموعة من الأساليب التدليسية. دكتور عبد الفتاح، دكتور الأمر من فضلك دكتور عبد الفتاح، كي لا نبتعد عن الموضوع. نحن لا نتحدث عن الجزائر، نتحدث عن خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون، لأنه ليس لدينا ضيف من الجزائر ليسند وجهة نظر الأخرى كي نكون موضوعيين. من فضلك كي نكون موضوعيين. أخي الكريم رجاء أخي الكريم كي نكون موضوعيين، دعني أكمل جوابي رجاء أخي الكريم. الأمران معا، التصرفان معا من غرفة عملية واحدة ويتصرفان بنفس الدينية وبنفس الطريقة. على سبيل المثال روسيا أعلنت تقديمها للمساعدات للمغرب، الهند أعلنت تقديمها للمساعدات للمغرب. لماذا لم تثير هاتان الدولتان لغطا حول موضوع المساعدات في حين أنه لم يستجب له المغرب لحد الساعة؟ المغرب استجاب لبريطانيا واستجاب لإسبانيا واستجاب للإمارات العربية المتحدة ولقطر. لا يعني أن أكثر من 90 دولة عرضت مساعداتها، المغرب لم يرفض أحدا ولم يعلق على الموضوع، لأن المسألة تتعلق بتدبير أساسه هو أن القوات المسلحة الملكية وفرق الإنقاذ المغربية هي التي تدير عملية تصدي للكارثة، تدير الميدان. أم أنهم يريدون أن فقط نأتي ببضع أشخاص من عندهم ليجلسوا في الفنادق ويلتقطوا الصور ليقال أنهم قاموا بمساعدة دعني أنقل جانب مما أسلف دكتور عبد الفتاح. كانوا يملكون الوصفة السحرية. مسألة أخرى سأعود إليك لكن توزيع الوقت لا من فضلك. يعني حتى الضيف الآخر يعني له الحق ليجيب ويرد كي نوزع الوقت بشكل عادل. أود أن أنقل جانب مما أسلفت سيد زيد. يعني لماذا الإعلام الفرنسي خاصة يعني هو الذي يعني صدر منه كل هذا اللغط، كل هذا الجدل بشأن موقف الرباط من المساعدات الفرنسية، رغم أن العديد من الدول يعني طرحت المساعدة؟ جواب الرباط كان واضحا، هناك دراسة للحاجات الميدانية وبالتالي قد يطلب أن تقدم هذه المساعدات في مرحلة قادمة. لماذا هذا التعاطي في فرنسا وفي الإعلام الفرنسي؟ نعم عزيزي، ولكن فقط أنا أريد يعني أعيب على الضيف هذا الخطاب الذي يتصف نوعا ما بالعدوانية وبالسلبية تجاه من يعني أنت تعلم أنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من قدم لك يد المعروف. أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. في دولة مثل تركيا، ومع كل الاحترام للمغرب، الدولة التركية لديها الإمكانيات في الإسعاف المدني وفي الدفاع المدني أفضل من المغرب، لكنها قبلت ومنذ الساعات الأولى المساعدات القادمة من اليونان. وأنت يا سيدي العزيز تعلم أن العداء التاريخي ما بين تركيا واليونان ربما يعود إلى مئات السنين، ولكن في حضرة الألم وفي ساعات النكبات الجميع يتعالى عن الجروح والجميع يتعالى عن تسييس الملفات. فأطلب من الضيف أن يتواضع قليلا. هناك ضحايا، هناك آلاف الوفيات، هناك بيوت. طب من يتناسى سيد زيد؟ من يتناسى الضحايا؟ من يتناسى الجانب الإنساني لهذه الأزمة ويركز على جدلية؟ يعني خرجت وزيرة الخارجية الفرنسية لتعقب عليها، وزيرة خارجية فرنسا خرجت لتدعو الإعلام الفرنسي ليتوقف عن هذا الجدل. من حق عزيزي أنا في أقول يعني أستطيع طبعا بوجهة نظر، أنا لا أتبنى الآن ما يقوله الإعلام الفرنسي، لكن لم يصدر من الخارجية المغربية على سبيل المثال بادرة إيجابية لتلقف المساعدات الفرنسية. كانت السيدة كاترين كولونا قد أعلنت عن 5 مليون أورو مساعدات كما قلت لك للجمعيات الدولية العاملة في المغرب، الجمعيات الإغاثية
العاملة في المغرب. هذه علاقة بين دولة وجمعية دولية سيد زيد، يعني ليس علاقة بين حكومتين. جميل جدا، ولكن من المستفيد؟ أنت تعلم أن هذه الجمعيات الدولية إطار المحاسبة المالية لديها شفاف، بمعنى أن بكليته إلى الشعب المغربي المنكوب، وهذه ليس منة. عندما تقوم فرنسا بدفع 5 مليون أورو من أجل إغاثة المنكوبين في المغرب، ليس منة أو فضلا، هذا حق الدول على بعضها وواجب الدول أن تقوم بإغاثتها. عندما تقول فرنسا بأنه عندما يقول اليوم الرئيس ماكرون بكلام صادق أن العلاقات ما بين الشعبين، الشعب الفرنسي والمغربي، قائم على أواصر المحبة والمودة، ليس مجرد كلاما، هو معزز بالسلوك وبالإثبات بالملايين التي أرسلت من فرنسا. إذن ما أريد أن أقوله أنه في ساعات النكبات وفي وقت الكوارث يجب على الجميع أن يتواضع، ويجب على الجميع كما فعلت تركيا واليونان أن تتناسى ولو بشكل مؤقت الخلافات السياسية من أجل إغاثة المنكوبين. نحن نرى في شاشات التلفزيونات أن هناك منكوبين مغربيين بحاجة إلى أي مساعدة. نعم، ونرى أيضا جهود للسلطات في إنقاذ هؤلاء المنكوبين. دكتور عبد الفتاح، سؤال من فضلك دكتور عبد الفتاح، كي يطرح السؤال ونتقدم في الحوار بالنسبة للمغرب. إذا سمحت، يعني هذا سؤال يطرح، يعني لماذا تم تجاهل المساعدات الفرنسية؟ ألم تكن يعني إن توفرت الآليات هذه زيادة في الخير وبركة قد يقول البعض؟ والله يعني العملية تحتاج إلى تنظيم، والمملكة المغربية قادرة على أن ترصد احتياجاتها وأن ترصد كيف يمكن أن تدير هذه الاحتياجات، وقادرة أيضا على أن تحدد من هي فرق الإنقاذ التي يمكن الاعتماد عليها بناء حتى على خبرات سابقة وعلاقات لها معها. وفي هذا المضمار يعني الأخ الكريم يطرح المسألة على أساس أنها تواضع أو غير تواضع. لماذا يا أخي كل شيء تطرحونه بطريقة أخلاقية وعاطفية؟ هذا يبين سوء نيتكم في الحقيقة. رئيسك والطريقة التي تكلم بها والطريقة التي تتصرفون بها، أنتم تديرون حملة إعلامية مضادة المغرب، تريدون أنتم مع الجزائر أن تصوروا المغرب على أنه منهار ومنهزم وغير قادر على أن يواجه الكارثة، وأنتم المخلص. لو كانت لفرنسا إنسانية وقلب على الإنسانية وعلى الشعوب في إفريقيا، لعلى الأقل اقتصصتم من المجرمين الذين ما زالوا إلى الآن مدانين في جرائم رواندا، لا اقتصصتم منهم مما حدثتموه في مالي. الآن شعوب إفريقيا كلها تطالب فرنسا بأن تقتص ممن تسببوا في جرائم إبادة لعرقيات بأكملها في إفريقيا. أنتم آخر من يتكلم عن الإنسانية والعلاقات الإنسانية، ولن تكونوا أحن ولا أرق على شعبنا وعلى أبناء شعبنا وعلى إخواننا الذين يعني تسببت هذه الكارثة في الإضرار بهم. لن تكونوا أحرنا عليهم من المغرب ومن مؤسساته ومن دولته ومن القوات المسلحة الملكية. لم نأتي بها من المريخ. المؤسسات التي تعمل في المغرب في الإنقاذ ليل نهار هي تعمل بناء على التزام عاطفي روحي إنساني مؤسساتي، ثم لدينا الخبرة الكافية، خبرة القوات المسلحة الملكية في إدارة الأزمات وفي مواجهة الكوارث وفي الإغاثة أكبر منكم بمليون مرة في جميع المساحات التي أنتم ملفوظون فيها ومطرودون منها في القارة الإفريقية وفي آسيا وغيرها. الرئيس ماكرون يبحث عن التقاط صور كما فعل في لبنان بعد أن دمر أو بعد أن تفجر مبنى بيروت. الرئيس ماكرون آخر همه إلا أن يريد أن يبحث عن مكسب أو غنيمة سياسية انتخابية يوظفها داخليا، خصوصا وأن كل النخبة المثقفة الآن في فرنسا تؤاخذ هذا الرئيس وكل من يدعمه وحزبه تؤاخذهم على أنهم أفشلوا فرنسا وأسقطوها في الفشل بعد الفشل. طب دعني أسأل في هذه النقطة دكتور عبد الفتاح. وضحت هذه النقطة. هذه هي أخي وضحت. طب دعني أنقل جانب. الأخ الكريم، لا يمكنكم أن تجعلوا هذه المأساة بوابة للعودة إلى إفريقيا. فشلتم في إفريقيا وصلت هذه الفكرة. هذا ما أود أن أسأل عنه. هذا ما أود أن أسأل عنه. عدد الأزمات سيد زيد مع البلدان الإفريقية في عهد ماكرون يعني رقم قياسي غير مسبوق، يعني من بوركينا فاسو إلى مالي. الآن نتحدث عن يعني هذه الأزمة الصامتة إنجاز التعبير مع الرباط. يعني هل ماكرون هو السبب؟ يعني ما سبب هذا النهج الفاشل في التعاطي مع البلدان الإفريقية، أو ما الذي يفسر عدد الأزمات مع البلدان الإفريقية؟ نعم عزيزي، لكن للأسف أنا لم أستمع من الضيف إلى جملة مفيدة حول موضوع لماذا المغرب لم تقبل أو مسألة تأخير المساعدات. الآن أنت تسألني عن العلاقات مع دول الأفريقية. نحن في والله ذهنك لا يلتقط الجمل المفيدة، أنت ذهنك يبحث عن أشياء أخرى. أنت خارج في حملة إعلامية عدائية للمغرب، أنت لا تبحث عن ما يفيد أساسا. أرجو الالتزام باللباقة وعدم المقاطعة لو سمحت. لا تتكلم عني، لا شأن لك بي وبجملي، لا شأن لك بي وبجملي كي لا نشخصن. من فضلك سيد عبد الفتاح نسمع بعضنا. تفضل سيد زيد، تفضل.
تفضل. نعم عزيزي، أنا أتحدث الآن طالما أن الموضوع اليوم عن العلاقة بين فرنسا والمغرب، ليس البداية. نعم هناك لا السؤال أنا سألت يعني ليس يعني ربع ساعة ونتحدث عن المغرب، أنا سألت الآن عن البلدان الإفريقية، عدد الأزمات، ما الذي يفسر يعني هذا الكم وهذا العدد من الأزمات بين باريس والبلدان الإفريقية؟ المغرب ليس استثناء. دعني الآن طالما أن المغرب دولة أفريقية، دعني الآن نتحدث عن الأزمة الصامتة بين باريس وما بين الرباط. بداية الأزمة ما بين البلدين تعود إلى عام 2021 عندما قامت بعض السلطات المغربية بالتجسس مع شركة بيغاسوس الإسرائيلية على مكالمات الرئيس ماكرون. قصر الإليزيه طلب وقتها من السلطات المغربية توضيحات، لم تقم يعني بإعطاء إجابات كاملة. مسألة ثانية، هناك أكثر من 700 مغربي مرحل بقرار قضائي فرنسي. السفارة المغربية في باريس لم تقم بإعطاء هؤلاء جوازات سفر قنصلية من أجل ترحيلهم. هناك داعية أو يعني يطلق عليه داعية وهو حسن يوكسان، مدان بجرائم حض على الكراهية. السلطات المغربية لم تقم باستقباله، لم تقم بالتنسيق مع السلطات الفرنسية من أجل استقباله ومن أجل ترحيله. إذن هذا الكم من التراكمات يبدو لي أن باريس لا تتحمل هذه الأزمة الصامتة، إنما يجب أن يسأل الطرف السلطات المغربية لماذا التقصير في التنسيق مع السلطات الفرنسية. هل ينطبق سيد زيد هل ينطبق هذا على بقية البلدان الإفريقية؟ أنا أشرت إلى العديد من الأزمات، مالي، بوركينا فاسو، النيجر وغيرها، يعني ماذا بشأن هذه الدول؟ هذه بعض الانقلابات العسكرية لا يمكن أن أصفها دول. هذه الآن عادت بالتاريخ إلى مرحلة أشباه دول. أنا الآن أتحدث عن المغرب دولة ذات سيادة، دولة لديها مؤسسات. تسألني الآن عن كيانات تشبه دول. مع الاحترام هذه دول لا عضوية كاملة في الاتحاد الإفريقي وفي الأمم المتحدة. لا تسألني عن كيان سيطر عليه انقلاب وحدث به انقلاب وزمرة من العسكر ليس لديها أي تطلعات. من الطبيعي أن تصبح هذه الكيانات العسكرية تفتعل المشاكل مع الجميع. لا يمكن يعني حتى في التحليل السياسي لا يمكن أن أتنبأ لماذا مجلس عسكري انقلابي يفتعل مشكلة مع دولة مثل فرنسا. أتحدث الآن عن المغرب ورغم ذلك تتشبث فرنسا بألا يغادر سفيرها نيامي. طب لأنها تتشبث بشرعية محمد بازوم. دكتور عبد الفتاح، يعني هل الأزمة مع ماكرون أم مع باريس؟ يعني إن غادر ماكرون هل قد تتحسن الأوضاع؟ هل سوف يكون هناك تطور؟ هي الأزمة هي مشكلة المغرب مع نخبة، مع طبقة سياسية أو جزء من الطبقة السياسية في فرنسا التي يمثلها الآن وينتمي إليها ماكرون. وهي ليست مشكلة المغرب لوحده، هي مشكلة كل الدول وكل الشعوب الإفريقية الآن. الرئيس الذي يتكلم عنهم يقول أنظمة غير ديمقراطية في إفريقيا أو وقعت، هذه حالات انتقالية أو أزمات أو شؤون داخلية لدول إفريقيا. المفروض على فرنسا أن تحترم نفسها وأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول مهما حصل، حتى وإن كانت الانقلابات تهدد أصدقائها. إن كنتم دولة وتحترمون الدول وتتصرفون معهم بندية. من ناحية أخرى الرئيس الكونغولي حينما تكلم مع الرئيس ماكرون في وجهه وأشار له بسبابته وقال له أنتم فاسدون ولديكم فساد انتخابي في فرنسا، والفساد الانتخابي يوجد في كل دول العالم وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، لا تجرؤون على أن تتكلموا فيه. وزير داخليتكم يتحدث عن شؤوننا الداخلية في القارة الإفريقية. نحن لسنا بأيديكم ولستم أوصياء على أي دولة إفريقية ولا على أي شعب إفريقي. أزمة فرنسا مع القارة الإفريقية أزمة بنيوية مرتبطة بالذهنية الاستعمارية المريضة التي ما تزال تعشعش للأسف في أذهان الكثير حتى من النخبة المثقفة في فرنسا ومن السياسيين ومن الطبقة السياسية في فرنسا. عليهم أن يستوعبوا أن الجيوبوليتيك الحالي أعطاهم حجمهم. كما طردوا من اتفاق أو من حلف بغداد في العام 55 من الشرق الأوسط، الآن جاءت أوفاق جديدة وتحولات جديدة في القارة الإفريقية وهم يرفضون. وعليهم أن يقبلوا أنهم مجرد دولة يمكنها أن تنسج علاقات طيبة وودية مع هذه الشعوب وأن لا تتدخل في شؤونها الداخلية. غير ذلك فرنسا تدفع بنفسها رويدا نحو الهاوية كما حصل لها غداة الحرب العالمية الثانية في الشرق الأوسط سيحصل لها الآن في القارة الإفريقية. دولة، هل يعقل أن دولة تتحكم في مصائر 14 دولة من خلال عملة ورقية
تطبع في فرنسا وتتحكم في مصائرهم وتمنعهم من اندماج إقليمي متكامل وتمنعهم من أي شيء. ما قاله هذا السيد، هذا الضيف الآن من فرنسا، الذي يتكلم للأسف يعني إنسان من خلفية عربية، يتكلم بلسان مصالح دولة فرنسية أوغلت وأولغت في قتل العرب والمسلمين وكل شيء، آخرهم الشعب الليبي وما فعلت فيه منذ أن أسقطت نظام القذافي بتلك الطريقة. للأسف الشديد ما يقوله عن بيغاسوس، كل هذه حملة دعائية مرضية مسعورة انطلقت ضد المغرب، لأن المغرب يقود يعني تحولا، يقود انبعاثا من تحت الرماد في هذه القارة الإفريقية ضد فرنسا وضد الطريقة التي يفكر فيها فرنسا. وبالمناسبة المغرب ليس ضد أحد، ليس ضد علاقات جيدة مع فرنسا أو مع غيرها. المغرب مع علاقات جيدة سأعود إليك في هذه النقطة، لكن سأعود إليك في هذه النقطة. أنتم تتصرفون بفوقية وبعلوية وبمنطق ما وضحت هذه الفكرة. طب سيد زين، يعني هناك إقرار فرنسي بأن النهج القائم فاشل، يعني ماكرون دعا إلى بدء النقاشات في الجمعية الوطنية بدءا من هذا الخريف، يعني فهل يمكن فعلا أن تعيد فرنسا النظر في طبيعة العلاقات مع الرباط؟ يعني هل الأمر مطروح؟ تمام. يتحدث الضيف عن اللهجة المسعورة، يعني من يرى طريقة الحديث العصابية والهياج يتحدث فيها الضيف، يستطيع المشاهد أن يكشف أين هو السعار. أنتم مسعورون نفسيا وأخلاقيا. أرجو أن تتحدث سيد عبد الفتاح، من فضلك. أرجو أن تتحلى بالأدب. تفضل سيد زين. بالأدب ولا تقاطع. تفضل سيد زين. لا يعلق علي، رجاء لا يعلق علي. تفضل. يحترم نفسه ولا يعلق علي. شخصيا من فضلكما واضح وصلت الفكرة. سيد عبد الفتاح من فضلك، أنا أضبط الحوار. تحلى بالأدب. تفضل سيد زين. تفضل سيد عزيزي، أنت قلت بأن الرئيس ماكرون قال يجب أن نراجع. لا تخاطبني، لا تعلق علي، لا شأن لك بطريقتي في الحديث. لا شأن لك بطريقتي. سيد عبد الفتاح من فضلك هو يجيب عن السؤال. هو يجيب عن السؤال. تفضل سيد زين. عزيزي، حضرتك سألت، أنت قلت بأن الرئيس ماكرون طلب من الجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي أن تراجع الفشل، لكن لم تقل أين هو الفشل. هو لم يتحدث عن فشل، هو تحدث نعم هناك يجب الانتقال إلى صفحة جديدة في العلاقات مع القارة الأفريقية. الرئيس ماكرون في هذا السياق أذكرك بأول يوم بدأ به حملته الانتخابية عام 2017 في الدورة الانتخابية الأولى، عندما قال فرنسا الاستعمارية ولت. فرنسا الاستعمارية في القرن العشرين التي كانت تحتل الدول الأفريقية والتي كانت تنظر إليهم على أساس أنهم دول تابعة وجزء من المستعمرات الأفريقية، هذا الزمن قد ولى. وافتتح كلامه بيجب المضي ويجب أن نكون شجعان وأن نتصالح مع ذاكرتنا، لا سيما فيما يتعلق بالجزائر. نعم، من هنا الآن يعيد الرئيس ماكرون ويستكمل مسيرته في تطوير العلاقات مع الأفريقيا، مع الدول الأفريقية، ولكن ليس تطوير العلاقات على أساس سياسي كانت فرنسا ماكرون قد اتبعتها، إنما يتحدث عن فرنسا الاستعمارية، فرنسا التي للأسف احتلت الدول الأفريقية ونالت من شعوبها. هذه الفرنسا التي يريد لها الرئيس ماكرون أن تنتهي وأن تبدأ، والمسألة لا قد تكون بحاجة إلى 5 سنوات أخرى و10 سنوات أخرى، لكن سيسجل التاريخ الفرنسي بأن الرئيس ماكرون هو أول رئيس اعترف بأن فرنسا الماضية قد ولت، ولا بد من فرنسا جديدة تقوم بعلاقات ندية مع جميع الدول الأفريقية بما فيها المغرب والجزائر. نعم. طب ما مدى سيد زيد، ما مدى استعداد فرنسا يعني لتخرج هذا إلى أرض الواقع بعيدا عن الشعارات وعن التصريح؟ يعني أنت كما قلت، يعني هو ماكرون قال هذا في بداية حملته في ولايته الأولى، يعني لم يطبق شيء من هذا لحد الآن، والدليل هو ما يحصل في عدد من البلدان الإفريقية التي تطالب بخروج فرنسا وبشراكة يعني جديدة تكون عادلة تنصف هذه البلدان التي تنهب فرنسا ثرواتها وتعطيها الفتات. أين تنهب عزيزي؟ أنت تتحدث عن تنهب، أين هي التي تنهب؟ الفرنك الفرنسي أبسط نموذج، الفرنك الفرنسي سيد زيد أبسط نموذج. الفرنك الفرنسي الفرنك الإفريقي عفوا. اقتصادية. لست أنا الآن خبيرا اقتصاديا كي أتحدث لك عن الاتفاقيات الاقتصادية ما بين الدول الإفريقية وما بين فرنسا، ولكن أستطيع أن أقول لك بأن فرنسا تدفع مساعدات هي وجميع شركائها الأوروبيين، وتشتري الثروات الإفريقية بالمال، ليس كما يدعي الكثير على الإعلام العربي بأن فرنسا تقوم بسرقة خيرات الدول الإفريقية. ولكن الآن لا يمكن أن نضع جمهوريات انقلابية، كيانات عسكرية ليس لها نظرة سياسية، ليس لها مشروع اقتصادي تنموي شامل، قد تكون مرتهنة لدى أجندات دولية أخرى،
لا يمكن الآن أن نقيم العلاقة بأن والله باريس هي التي لكن سيد زايد هذا منطق الوصاية. يعني ما المشكل إن اختارت دولة أن تربط يعني توجهاتها بأجندة دولية؟ يعني هذه دولة، نحن لا نتحدث عن تنظيم. إن اختارت نيامي أن تتعاطى مع موسكو أو مع واشنطن هذا قرار سيادي. لا يا عزيزي أرجوك، عندما تتحدث عن اختارت دولة يعني صندوق انتخابي. ليس في منتصف الليل يخرج لدينا بضعة ضباط وجنرالات موتورين ويقومون بالانقضاض على السلطة واغتصاب قرار الشعب الذي انتخب محمد بازوم ثم تقول لي قرار الدولة. الدولة لا تختصر بضباط عسكريين ولا بجنرالات عسكريين. الدولة قرارها دائما نقول بأن الشعب هو مصدر السلطات. إذا ما توجه غدا أو في الأيام القادمة أو ربما بوجود مجلس عسكري قد لا يتسنى على الإطلاق للشعب في النيجر أن ينتخب وأن يعبر عن إرادته السياسية، ولكن لو كان الشعب في النيجر قد اختار أن يتولاه وأن يحكمه عسكري، هنا أقول لك يجب على فرنسا الآن أن تحترم المجلس العسكري. أما وأن السلطة قد اغتصبت في النيجر إذا لا تحدثني عن إرادة شعبية، وأن الشعب قد تم تنحيته على جانب. واضح. طب سيد عبد الفتاح، لا أسأل يعني لا داعي للتعليق. أود أن أسأل، يعني قلنا أن الأمور لا تشخصن، لا داعي لتعلق على جوابه. أود أن أسأل بالنسبة للمغرب، يعني نتحدث أن الرباط تتحدث عن تنويع الشركاء. بالنسبة لرباط تسعى لتنويع الشركاء إلى أي مدى، إلى أي حد إصلاح العلاقات مع الإليزي يعتبر يعني ملفا مستعجلا أو مطروحا أو ده أولوية بالنسبة للرباط؟ المغرب أولويته في الأساس هو أنه ينوع الشركاء ويربط علاقاته مع دول تحترم نهضته، تحترم مشروعه، تحترم حقه في أن يصعد وأن يبني مشاريعا وأن يبني تحالفات كيفما يشاء، وأن يربط علاقاته بناء على مصالحه الوطنية مع جميع الأطراف في كل مكان في هذا العالم. مشكلة المغرب مع فرنسا ومشكلة القارة الإفريقية بأكملها مع فرنسا وأن فرنسا تفكر في أن هذه الدول قاصرة، أنها هذه الدول مادام كانت مستعمرة لها في يوم من الأيام فلا ينبغي عليها أن تخرج عن أجندة التفكير الفرنسي وكيف تفكر فرنسا في إفريقيا. تنظر إلى القارة الإفريقية على أنها حديقتها الخلفية أو أنها الضيعة الأبدية لها التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخرج عن سلطتها وعن يدها. الأخ الكريم الذي يتكلم الآن على أنه فرنسا ضد الانقلابات العسكرية، تاريخ العسكري تارية في فرنسا والأنظمة العسكرية في القارة الإفريقية بأكملها هي بسبب فرنسا وبسبب علاقات فرنسا مع النخب العسكري تارية. عود مثلا على سبيل المثال جون فرانسوا بايار وما يقوله عن العلاقات المشبوهة لفرنسا بالأنظمة العسكرية. فرنسا في رواندا تواطأت مع أقلية مجرمة منقلبة على السلطة قامت بإعدام أغلبية التوتسي التي منها الآن بول كاغامي والرئيس الذي يحكم. فرنسا حينما كان القذافي الذي أتى بانقلاب عسكري، حينما كان سيشتري الرويال ميراج والرافال، كان ساركوزي معه وكانت فرنسا تطبل له صباح مساء وبنى خيمته في الإليزي. وحينما رفض أن يشتري الرويال ميراج والرافال انقلبتم عليه وقام الرئيس ألان جوبي حتى يعني صياغة قرار مجلس الأمن الذي بناء عليه سيتم اتخاذ قرار على الفصل السابع. ستخرج فرنسا عنه وتحوله من حظر جوي إلى عمليات جوية تنتهي بالإطاحة بالقذافي وافتعال مشكلة الساحل والصحراء بكاملها، ومن ثم ما شهدناه. علاقة فرنسا اليوم مع هذا النظام العسكري الذي لا علاقة له بالديمقراطية من أي قريب أو من بعيد تلبس خودة للحرس الجمهوري على رأس قائد أركانه. فرنسا لها علاقة شكرا لكم. شكرا دكتور عبد الفتاح، انتهى الوقت. لا علاقة لم يتبقى إلا نستعرض نتائج التصويت كما تظهر على تويتر. نستعرض النتائج برأيك. هل يفاقم زلزال المغرب الأزمة السياسية الصامتة مع فرنسا بعد رفض الرباط مساعدات باريس؟ نحو 70% منكم أجابوا بنعم، 30% قالوا لا. التصويت مستمر على الصفحتين إكس وموقع RT العربية. نشكر ضيفينا الكريمين من باريس عضو حزب النهضة الفرنسي السيد زايد العظم، مشكور أيضا من الرباط البحث في العلاقات الدولية الدكتور عبد الفتاح نعوم. شكرا لكم. بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة. إلى موعدنا آخر. طيب لكم.